كانت الرحلة يومها أشبه بمغامرة غير مأمونة العواقب، فالثلوج يصل سمكها أحيانا إلى 3 أمتار على قمم جبال الأطلس المغربية. توقفت وسائل النقل الحديثة، وكان لزاما ركوب البغال والحمير، حتى هذه عجزت عن مواصلة الطريق، فكان لابد من السير على الأقدام لوقت طويل وسط عاصفة جليدية، وهو ما لم يقوى عليه جسمي. أنقذ سكان القرية حياتي، وكانت الحياة عندهم ليلتها أشبه بالبيات الشتوي. عندنا مشكلة هنا بزاف على حساب الثلج والطرقان ما كاينينش، شي السبيطار ما كايناش، شي المدرسة ما كايناش، هاد الدراري عندنا كاع ضايعين كاع بالسمار، والبنت عندنا مريضة مسكينة ما عندنا منين نداويه. خصنا الطريق دابا شحال، خصنا نوصل للقودرون، عاد من بعد القودرون فين تلقى الطبيب؟ شي 60 كيلومتر ولا اكثر بيناتنا وبين الطبيب. شي الفورماسيون ما عندناش، شي العلف ديال المواشي ما كايناش، الديورة ومزارع علينا بالماء، الماء تيخرجنا من فوق السطح. احنا درنا العافية برا وتنعتل الماشية شي حاجة قليلة غير نحيوهم، شي مات شي مكرفس وشي، واحنا تنعانا باش ما يسول علينا في شي طريق ولا شي سبيطار ولا شي حاجة. احنا دابا ماشي قول بحال ماشي مغاربة. صباح القرية كان كليلها، بحث دائم عن التدفئة سر البقاء في غياب أي مقوم من مقومات الحياة العصرية. كان هذا في شتاء العام الماضي. الآن وقد أصبح فصل الشتاء الجديد على الأبواب، تستعد هذه الأسرة لاستضافة الضيف، ولسان حالها يقول: بأي حال من الأحوال عدت يا فصل. الكل يسابق الزمن، ولا مدرسة في حياة الأطفال، وشبح تكرار مئات الثلوج التي مات فيها الأطفال ونفقت فيها المواشي ما زال ماثلا. ما عندناش طريق، ما عندناش الضوء، ما عندناش الماء، ما عندناش الفرمرية، والثلج تضرب حتى 3 متر، والدراري ديالنا راه ضايعين، ما عندناش المدرسة. وحنا تنطلب الحكومة ديالنا تشوفنا بالرحمة. أما الحديث عن المدرسة والمستشفى أو الكهرباء فهو ترف لا يحلمون به. محمد فاضل، جزيرة، أمزة، جبال الأطلس المغربية.